فاكر نفسك مش صح في الدايت؟ في الحقيقة ممكن تبقى عامل دايت فعلا بس مش بتخس. تعال أقول لك ليه. في شوية عادات بنعملها في يومنا بتجمع سعرات حرارية من غير ما نحس، زي الأكل بسرعة، المضغ الضعيف، شرب العصاير حتى لو كانت فريش بس كميات كبيرة، السناكس الصحية لو اتاخدت بكميات كبيرة. أحيانا بنهمل البروتين في الوجبات. الحاجات دي بتأثر على هرمونات الجوع والشبع، وبتأثر على معدلات الحرق في جسمنا، وبتأثر على الكميات من غير ما ناخد بالنا، بناخد سعرات زيادة. طب نحلها ازاي؟ ناكل الأكل بالراحة، ناخد وقتنا في الأكل، نمضغ كويس، نقلل شوية من المشروبات أو من العصاير اللي فيها سكر حتى لو كان سكر طبيعي أو عصاير فريش. نظبط مواعيد أكلنا، يبقى جدول ثابت علشان انتظام حركة الأمعاء وجهازنا الهضمي يبقى شغال كويس. وناخد كفايتنا من النوم، ونشرب مية كفاية حتى في الشتاء. ولو حابب نراجع مع بعض نظامك الغذائي، ابعت لي ونتناقش فيه مع بعض.